بعد المباراة بين الجزائر ونيجيريا انا ما كانش على بالي، مي صراو دي ديغا في الملعب، في المدرجات، وايضا في القاعات المشتركة في اثناء الخروج من المباراة. شوفوا هاد لي فيديو. هذه هي الدبزة اللي صرات بين اللاعبين الجزائريين والنيجيريين فور انتهاء المباراة داخل الملعب، والناس مازال الناس ما بداوش يخرجوا من الستاد. واو، وحدين فرحانين، واحد شادينه، الناس تجري، واحد باغي يضرب، واحد هارب، واحد يجبدو فيه. حتى الجمهور الجزائري كان مقلق بزاف في المدرجات، وبداو يعيطوا على الحاكم ودابزوا مع الامن تاع الستاد. بغاو يدخلوا للستاد. شوفوا السيكوريتي يدمروا فيهم وهما باغين انكرويابل. يعرضوا في الدراهم زعما على الحاكم، زعما بلي الحاكم مشري. وهذه من بعد كي خرجوا للمنطقة هذيك المشتركة باش يروحوا، صرات تاني خالوطة. اوه، ضرب بالكتبي. يا حسرة. واو، هذه هنا في الشارع برا مع المناصرين بين الجزائريين والمغاربة. او لا لا، وهنايا تانية أوه. علاه يا دين الرب، علاه؟ والله أنا أتفهم الانفعال تاع كرة القدم وخيبة الأمل كي تكون انت حاب أنه الفريق تاعك يربح وما يربحش، بصح ماشي بهذه الطريقة. يعني يمكن تكون عندك روح رياضية شوية، يمكن بالك تزعف، بصح ماشي إلى درجة أنك تحب أنك تنتقم وتخرج هذاك الزعف تاعك على سيكوريتي، ولا تتعدى على ناس سواء لاعبين ولا الحاكم ولا الناس اللي يديروا الإدارة تاع الملعب ولا المناصرين تاع دولة واحدة أخرى. هذه تجاوزات كبيرة بزاف. أتمنى أنه يتلم الموضوع. انتهت الرحلة تاع المنتخب الوطني الجزائري في المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وانتهت أيضا رحلة المشجعين الجزائريين. حان وقت العودة إلى الوطن. عودوا بسلام وبلا ما تخسروا مع الناس، لأنه هذه الأحداث مؤسفة بزاف. يعني تجاوزتوا الحدود. كي نتوما كي أعضاء الفريق، يعني لي جوار كوميم، زعفتوا صحة، قدموا شكوى رسمية. كاين طرق باش تحتجوا على الحاكم، على التنظيم، على الإدارة، على الأمن، على أي حاجة. هناك وسائل حضارية، ماشي انك انت تجري مرا لاعب وسط الملعب قدام الناس، قدام الكاميرات. ماذا يترجم هذا التصرف بالنسبة لك انت وبالنسبة للفريق، بالنسبة للشخصية تاعك؟ شكرا لكم أصدقائي على المتابعة.
اغلى مدرب في افريقيا واغلى لاعبين مستوردين من الخارج، ممش كاع عايشين في الجزائر، والله زادوا في الجزائر، والله يهضروا العربيه بكل بالفرنسي، بكل عايشين على فرنسيه. والحارس جابوه معرفه. الحارس جابوه ولد زيدان، ولد زيدان واش بيك تايا؟ انا نماركيها عليه غنوجه غنو نيك. شوف ندزها له بين رجليه، انايا عندي قرن ما لعبتش، كون نلعب اقسم بالله ندزها له بين رجليه. هذاك حارس هذاك دين الرب، اللي مبني على الخداع يا ربك. قلت لكم تخسروا يا ولاد الحرام، ما فيكمش النيه. مشجعين تاع العالم كامل يشطحوا ويفرحوا ويلعبوا، والمشجعين تاعنا الله اكبر تحيا عمي تبون، الله اكبر تحيا عمي تبون. نادين باباكم الحلوف، روحوا قولوا لتبون درك يفرحكم، روحوا دوك تتبرمدوا في الطياره من المروك حتى لتونس تشبعوا رخص من عند التوانسه. خلي يبهدلوكم يا خاوتي توانسه، يا الشرطه التونسيه في المطارات بسقوا عليهم، بسقوا الباسبورات تاعهم. قوم برنيك عاد برا بعيد زبر امك بعد غادي. عذبوهم في تونس قبل ما تبعدوهم للجزائر بني منقش. بصح الله غالبا من نصهم الكبير عايشين في فرنسا، الكلاب بكل عايشين في فرنسا. يا ربك تقول نيجيريا في حصه. انا والله ماني مر نتفرج، اليوم ما عندي ما ندير، قلت خلي طراش نتفرج الحمرات انا تاع الجزائر وش يديروا. يا ربك نيجيريا في حصه تدريبيه، الحارس ولا مقيل متكي فوق البار هذاك مدار ويدير ويشوف تراش كشمه واحده وجاي كشمه واحد من الحمره راه جاي يمركي عليا والله والو ما كان قاعد يطلها بعين واحده كي حتى واحد يزبي. ولد زيدان تعرفوا تجيبوا الناس بالمعرفه، اللي يخدم في البلديه بالمعرفه، باللي بالدائره المعرفه، الولايه بالمعرفه، تدخل الجيش بالمعرفه، والوزاره بالمعرفه، الخفصون اتراك بالمعرفه، ربكم حتى كره القدم اللي يزهى بها الشباب وبالمعرفه جايبين ولد زيدان ولد بالمعرفه. وهذاك المدرب الزبي الطليان هنا كانوا مبهدلين، وهذاك المدرب حتى روحكم درتوا انجاز عظيم. والله لن تنالوا الفرحه يا ايها الشعب الجزائري. رخيص الطحان اللي مادام خاوتكم في السجون وانتم 1 2 3 فيا لالجيري 1 2 3 قودوا يا لالجيري. انني فرح جدا وبكل بساطه.